سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحيد شويه من الماركتينغ، وانتم كيف ما كتشوفوا راني في بالميزاره. بغيت نشارك معكم اللازانيا. الطريقه ديالي اللي كنعتمد عليها، كنديرها ساهله وبالزربه ودغيا دغيا، واللي داقها عندي كيبغي كيسولني على الطريقه ديالها، وفي نفس الوقت ماشي متعبه. خليكم معايا شوفوا ان شاء الله طريقه التحضير. انا استعملت الترموميكس باش صايبتها. نتوما يمكن لكم تستعملوا الطنجره، يعني عادي، داكشي اللي كاين في الترموميكس كاين حتى في الطنجره. خليكم معايا شوفوا طريقه التحضير. البنات اللي عندها ترموميكس غدير نفس الطريقه ديالي، اللي ما عندهاش غادي دير في طنجره، يعني غادي تطحني عادي البصله والجزر والكرافس، غادي تطحنيهم وغديريهم في طنجره ومع مع الكفته. يعني هنايا انا كنختصر الوقت بالترموميكس. مهم هنا كديري هذا زيت البلديه مع داك الجزر واللي طحناه، كتزيدي الكفته على حساب، يعني بغيتي ديريها عامره بالكفته كديريها على عامره بالكفته، بغيتي قل على حساب يعني الامكانيات ديال كل واحد. صافي هنا كنشعل عليها باش كتشحر. يعني بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم ترموميكس انا كندير ربع ساعه 115 ديغري. صافي كندير هاد المعلقه هكا في الوسط، كنخلي هذا الكفته تشحر. صافي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا يعني غير هذا الطنجره كيشحروا الكفته عادي، يعني عنده نفس الخدمه غير هذا كيختصر الوقت يعني، وما كيديرلكش الماعن يعني هذا هو لافونتاج اللي فيه. وهنايا درت لاصوص ديال مطيشه، كيف ما كتشوفوا نفس الكميه ديال لاصوص مطيشه. كنعمر القرعه ديال الماء، ها نتوما شفتوا يعني قرعه ديال مطيشه، قرعه ديال الماء خصو تكون يعني فيها الماء. وكندير التوابل، الفلفل الاسود، السحتر ما تصورت المهم السحتر والملحه. صافي هنا درت 38 دقيقه بارك عليها 120 ديغري، ودرت هكا يعني خليته كيطيب داكشي على خاطرو، لان انا كنطيب مزيان الكفته داك الاول باش لاصوص يلاه كتغلي هكا داك 38 دقيقه بركه. ندوزو دابا البيشاميل. الورا كديروا هذا العدد الغرامات ديال الزبده يكونوا كيف الغرامات ديال الدقيق، يعني كيف في نص لتر د الحليب. انا هنا درت تقريبا واحد 40 غرام، ما تديوش عليا، انا كندير عيني ميزاني، ما كنعبرش في البيشاميل. مهم هنا كندير كيف ما كتشوفوا شوفوا القوام كي داير، يعني كيجي ما قابضش راسو مزيان. المهم الا بغيتوها قاصحه كديروا هذا الحليب قل، بغيتوها جاريه كتزيدوا الحليب. يعني بالنسبه مهم المقادير 40 غرام ديال الزبده و40 غرام ديال الحليب، 40 غرام ديال الفرينه في نص لتر د الحليب عفوا. كديروا الملحه والكوزه كيف ما شفتوا، كتحركوا مزيان على ما كتطلع الغليه. صافي كتلقاو داك الحليب ديالكم عقد، يعني البيشاميل عقدت. هنا في تيرموميكس كيف ما كتشوفوا كيختصر الوقت بزاف. يعني هنايا درت انا ديجا لا يعني البيشاميل في داك لاصوص وهذا، ودرت الفرماج، وهنا درتو خليته غير يتحرك، يعني درت غير المعلقه بلا ديكري، غير حرك لي داكشي مع بعضياتو باش ما كنبقاش كندير يعني السبت والحد كندير كلشي في خطره. كيف ما كتشوفوا هنايا لاطا، كتقبطوا لاطا كديروا هذا النوع ديال الباستا كنستعملو، انا كيعجبني بزاف. بيني كيعجبني حيت رخيص، الثمن ديالو رخيص مناسب وبلا ما كيتغلى بلا والو، يعني سوبيتا الفورنو. كيف ما شفتوا كديروا لاصوص من التحت مزيان، وصافي كتفرشوا داك الاوراق ديالكم هكا وكتمشيو هكا يعني كسميتو ستراتو حتى كتساليو الورق اللي عندكم والبيشاميل يعني ولا لاصوص اللي عندكم. صافي من بعد كندير عليها الفرماج محكوك من الفوق، كنغطي بالورق ديال الفورنو والالومنيوم. كنشعل الفران على درجه الحراره 200 وكنخليها تقريبا واحد نص ساعه، يعني نص ساعه 20 دقيقه. كان يعني في وسط الطياب يعني هي اصلا كتبقى واحد نص ساعه ديال الطياب كدير. انا في نص الطياب كتبقى داك 20 دقيقه تقريبا بحال هكا، كنحيد داك الكارطه والالومنيوم من فوقها ونخلي داك الفرماج من الفوق يتحمر. يعني هذه الطريقه اللي كنستعمل اللي كندير.
كلشي صراحه اللي كلها عندي كيبغيها، يعني كيبغي الطريقه، وانا ما كنتعبش فيها نهائيا، يعني كيف ما شفتوا ساهله، كتوجد دغيا دغيا. واغلبيه انا كنبريباريها في الصباح ونحطها فوق الفران صافي، نخلي حتى يجي الوقت ديال البريباراسيون، زعما كتكون قريب العشاء هكا، نتعشاو بواحد السويعه د المكانه صافي كنشعل عليها. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ديروا لي لايك الفيديو ونشوفوا ان شاء الله فيديو اخر. بسلام عليكم.